موعد وتوقيت مباراة الزمالك وبتروجيت القادمة في بطولة الدوري المصري، وذلك بعد تعادل نادي الزمالك مع المصري البورسعيدي بدون أهداف في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية. وسيلتقي نادي الزمالك مع بتروجيت في منافسات الجولة الستاشر لبطولة الدوري المصري يوم الأربعاء المقبل 28 يناير في 5 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية، وقطر 7 بتوقيت الإمارات، على استاد القاهرة الدولي. وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت. ويتواجد نادي الزمالك في المركز الخامس في ترتيب جدول المسابقة برصيد 22 نقطة بعد خوضه 12 مباراة، بينما يتواجد فريق بتروجيت في المركز العاشر برصيد 19 نقطة بعد خوضه 14 مباراة. وتم تأجيل مباراتين لنادي الزمالك في بطولة الدوري المصري أمام سموحة من الجولة ال14 وإنبي من الجولة ال15. وسيلتقي نادي الزمالك بعد مباراة بتروجيت القادمة في الدوري المصري مع المصري البورسعيدي في الجولة الرابعة ببطولة الكونفدرالية يوم الأحد 1 من شهر فبراير المقبل. وكانت آخر مباراة خاضها نادي الزمالك في بطولة الدوري المصري قبل فترة التوقف الدولي أمام طلائع الجيش، والتي انتهت بفوز الزمالك ب3 أهداف مقابل هدف في الجولة ال13. ويسعى نادي الزمالك لتحقيق الفوز في المباراة القادمة وحصد ال3 نقاط لتعزيز موقعه في جدول المسابقة، وذلك في مشوار الفريق في المنافسة على اللقب.